الأمراض تذهب أعراض وتظهر أعراض جديدة وتختلف أعراض وملة من الدكاترة والمستشفيات. والله عليك بسورة البقرة والاستغفار وكثر ذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى والله إنه الحل بأيديكم وبالقرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة. سورة البقرة إلزمها وكررها ستجد الفرج العاجل، وبالذات الأمراض الروحانية. أي من يعاني من أمراض شيطانية نقولها نحن، من يعاني من أمراض شيطانية، من يعاني من مس، من سحر، من حسد، إلزم سورة البقرة وكررها، والله علاجك فيها. فلذلك نحن نرجو من الناس أن تعي، نرجو من الناس أن تصحوا، نرجو من الناس أن تصل، نرجو من الناس أن تتكلم. أي إنسان وجد ثمار أو قطف ثمار تكلم، طلع يتكلم، عمل قناة، ابحث، ارسل إلى أي إنسان يتكلم عن الاستغفار. نحن فتحنا هذه القناة لا نريد أن نصل رسالة للناس فقط، من باب بلغوا عني ولو آية. ولذلك والإنسان محاسب. أنت عندما نقول لماذا نستغفر، أنت تستغفر من باب عندما أنت وجدت قطفت ثمار الاستغفار، لا تخاف بأنه مثلا ستحسد إذا تكلمت، وإلا الله سبحانه وتعالى سيزيد البركة. عندما يستفيد الناس من قصتك، من تجربتك مع الله سبحانه وتعالى، أنت هنا قد يهتدي شخص، قد يرجع شخص، قد يفيق شخص، قد تنجي شخص من أمراض بسبب مقطعك التي نشرته. ولذلك وجب علينا الناس الآن التكاتف، حان وقت التكاتف، حان وقت العودة إلى الله سبحانه وتعالى، حان وقت المحبة والعودة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحان عودة حان العودة والصحوة من السبات الذي عشناه، والذل هذا والضيق والهم والأشياء التي نعيشها في بلداننا. لا تحتاج أن تسافر لأوروبا، ولا تحتاج لتسافر لأي مكان. أي إنسان يعاني من ضيق الرزق، يعاني من الهم، من المشاكل، والله يلزم الاستغفار، والله سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. الرسول قال ذلك عندما تضع في عقلك بأن الله سبحانه وتعالى قال، وعندما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حبيب قلوبنا ودواء القلوب، واكثروا من الصلاة عليه. ففي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله فيه الرحمة وفيه البركات وفيه أهم الكرب، تفريق الكربات. فلذلك عندما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عندما تضع هذه في عقلك وقلبك، عندما تضع هذا الشيء بقوة بيقين بقلبك إن الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. والله عندما تضع الأشياء هذا، عندما تتوكل على الله حق توكل، توكل على الله لا تخاف من مخلوق. والله من لزم الاستغفار سيجد القوة في قلبه والقوة في إيمانه يزداد يوم بعد يوم. من لزم الاستغفار سيجد المخافة الناس والمخافة من الرزق والمخافة من الدين ستجد العقد تتحلحل. وكلما كان الاستغفار أكثر كلما كانت هناك أشياء ستجد مشاكل بداية الملتزمين الجدد الذي يلزم الاستغفار، وبالذات سورة البقرة ستجد مشاكل. سنتكلم عن أي استفسار، أي شيء تريد أن تستفسر عليه، مستغفر جديد وحدثت له أشياء مع الاستغفار ومع سورة البقرة مشاكل، نفور الناس كذا، أشياء زي كذا، لأنها تحصل مع المبتدئين ويكونوا مش عارفين أصلا. أي استفسار أو من يجد نفس هذه الأشياء أو يعني ولم يجد استفسار عليه، مراسلتنا على متابعتنا على التليجرام. بإمكانكم مراسلة أحد المشرفين أو مراسلتنا على قناة التليجرام. نحن والله لا نريد إلا أن، والله وأني لا أريد أن أتكلم الناس، والله لا أحب أن كل الناس تستغفر حقيقة، لأنه حان وقت العودة والخروج من هذه الدائرة الضيقة التي ضيقت والتي اتكأت على ركاب الناس بسبب الذنوب. فلذلك سيرفع الله البلاء، سيرفع الله سبحانه وتعالى، سيزيل الهم والفقر وكل ما نمر به إذا لزمنا الاستغفار وعشنا الاستغفار وعدنا إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو وقع اليقين في قلبك أنك ستجد كل ذلك في قلبك، أن وقع حب الله سبحانه وتعالى وقوة يقينك بالله سبحانه وتعالى في قلبك، أنك لن تذنب ذنبا واحدا، لأنك ستخاف سينقص الرزق. عندما تلتزم الاستغفار ويبدأ تأتيك ثمار الأرزاق، يبدأ الهم يروح، يبدأ الحزن يروح، تبدأ المشاكل تتفكفك، ستبدأ تخاف إذا أتيت إلى الذنب أو فكرت في الذنب قد أنتكس مرة أخرى. فلذلك ستبدأ تخاف من هنا، وبالذات التي يوجد ثمار الاستغفار في الرزق.
يعني من أول شهر أو ثاني شهر بعض الناس مجرد أن يلزم الاستغفار تبدأ تفتك معه بالذات المشاكل المالية أغلب الناس. فلذلك عندما تلزم الاستغفار ستبدأ تخاف أنك تعود إلى المعصية، لأنك ستقول ربما أنتكس أو ربما أعود إلى الفقر مجددا، فلذلك ستبدأ تحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما قلنا عندما تلزم الاستغفار، وأغلب من تبدأ تتحلحل مشاكلهم المالية من الذين وهناك الكثير من وجد هذا الشيء، ستبدأ هنا تحب الله سبحانه وتعالى، وستبدأ تخاف من أن تعود للمعصية من أجل أن لا تعود الضائقة المالية أو تعود الضيق. فلذلك هنا ستبدأ تتقرب إلى الله شوي شوي، ولكن عليك مجاهدة. الآن هناك وكثيرا نحن عشنا كثيرا هذا الوضع، عشنا كثيرا بقوتنا، يعني سعينا بقوتنا كذا لم نجد شيء، فرطنا كثيرا وأذنبنا كثيرا. ولذلك عندما الآن الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى يحاول بقدر الاستطاعة أن يصبر وأن يثبت وأن يجاهد نفسه بقوة. الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا. جاهد نفسك، والله ستجد المخرج الجميل، والله ستجد الصدر الرحب، والله ستجد السعادة وستجد الاطمئنان. والله يكفيك من الاستغفار، والله لو لم يكون من الاستغفار والله لو ما يكفينا من الاستغفار رحابة الصدر وذهاب الهم والضيق والكتمة التي كانت اللي بعض الناس، وهناك كثير من يشعر في ضيق في الصدر، وهناك الكثير يعاني ولا هناك من يعاني المشاكل، والوضع المادي متيسر جدا، يمتلك الأموال، ولكن والله في ضيق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرجو منكم نشر المقطع ومتابعة، وإنسان كما وجد في الاستغفار عليه إرسال قصته أو نشرها في أحد الإخوة. هناك قنوات كثيرة على اليوتيوب، ورجم متابعتنا على التليجرام. وأي استفسار موجود، أي شخص يريد الاستفسار عليه الاستفسار في مراسلتنا على قناتنا في التليجرام. قلنا الاستغفار. تحياتي لكم. نتمنى من الله العلي القدير أن يخرجنا من الضيق إلى الفرج. نتمنى من الله سبحانه، أسأل من الله العلي القدير أن يلهم كل مكروب. أسأل من الله العلي القدير بنوره، نسأله بنوره الذي أشرقت له الظلمات، أن يلهم كل مكروب وضيق ومديون، أن يلهمه الاستغفار وأن يلهمه العودة إليه، إنه على ذلك قادر. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم. سيكون معنا لقاء سنتكلم عن مواضيع أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.